جبت لها وردة ومصحف وبحبها من زمان. وده كان رد الإعلامي العراقي نزار الفارس لما سألوه عن علاقته بالفنانة حورية فرغلي. ويلا بينا نشوف تفاصيل الخبر. والخبر بيقول تطورات علاقة الحب بين حورية فرغلي ونزار الفارس بعد خلافتهم وأزمتهم المعروفة، ويا ترى إيه الجديد في علاقتهم؟ وتفاجئ المتابعين إن الخلافات بين الفنانة حورية فرغلي والإعلامي العراقي نزار الفارس انتهت بينهم وخلاص اتصالحوا، وتحولت العلاقة بينهم إلى قصة حب. فيا ترى إيه الحكاية وإزاي الخلافات انتهت بينهم بالسرعة دي؟ والبداية كانت مع فيديو نشره نزار الفارس على انستجرام، وظهر فيه مع الفنانة حورية فرغلي وهو بيهديها وردة ومصحف هدية بمناسبة عيد الحب. مصحف يحميك من كل شر. وفي الحقيقة الفيديو كان مفاجأة للجمهور جدا، لأنه كان عارف الخلافات اللي بين نزار وحورية فرغلي. وظهر نزار في الفيديو وهو بيقدم الهدية اللي جايبها لحورية فرغلي، وهي طالعة معاه في الفيديو وبتضحك ومبسوطة، وقال ان الهدية دي بتاريخ 2 فبراير قبل عيد الحب بأيام، وانا ههدي وردة لحبيبتي حورية فرغلي والمصحف علشان يحفظها من اي شر، وحطت على الفيديو اغنية انت الحظ. وطبعا الجمهور استغرب ان حورية ونزار رجعوا يتكلموا مع بعض تاني ويتقابلوا، خاصة ان حورية صرحت قبل كده وقالت ان نزار استغلها وقال انهم مرتبطين عشان الترند. وده كان من فترة لما نزار الفارس عمل انترفيو او مقابلة مع حورية فرغلي في بيتها، وبعد كده طلع وقال ان هما بيحبوا بعض، واستغل مقابلتها او الانترفيو اللي عمله معاها وعمل بيه ترند. لكن من الواضح ان الموضوع اتطور بينهم وان الترند قلب حقيقة، وحب حورية فرغلي بجد، وقال في تصريحاته بعد نشر الفيديو: حورية حبيبتي وبحبها من زمان، وحصلت بينا خلافات في فترة. ورغم الفيديو اللي نشره مع حورية فرغلي والتصريحات اللي قالها، الا انه ما قالش اذا كان علاقتهم دي هيبقى فيها جواز ولا لأ. اما الجمهور فمتوقع ان يكون حورية ونزار بيعملوا كده علشان ياخدوا الترند مرة تانية، خاصة ان الاضواء اختفت من عليهم، وان الترند اللي عملوه قبل كده او اللي عمله نزار قبل كده كان له صدى كبير جدا. وده بعد ما نزار الفارس عمل حوار مع حورية فرغلي من فترة، وطلع بعدها عمل ترند وقال انهم اتخطبوا، لكن وقتها ما كانش فيه خطوبة ولا اي حاجة، بس ساعتها في الفيديو طلعوا وهم بيرقصوا مع بعض على اغنية اتحدى العالم، وده اللي خلى الجمهور يصدق ان هم فعلا اتخطبوا. لكن ده ما كانش حقيقي، وان نزار عمل كده ونزل الفيديو وقال ان هم اتخطبوا علشان ياخد الترند. وساعتها حورية فرغلي اتضايقت منه جدا وقالت له ان انت يعني انا كنت برقص معاك علشان حسيت ان انت بتعمل كده علشان تخلي المقابلة حلوة والحلقة تطلع حلوة للناس، وان انا ممكن ارفع عليك قضية رد شرف واخد تعويض لان انت بتسوق سمعتي وبتقول ان احنا اتخطبنا واحنا مفيش بينا اي حاجة. لكن الجديد ان حورية فرغلي ونزار الفارس اتصالحوا مع بعض، وطالع يعمل لها فيديو بمناسبة عيد الحب زي ما شفنا مع بعض. اما السؤال بقى، فيا ترى حورية فرغلي ونزار الفارس فعلا في بينهم قصة حب ولا لأ، ولا بيعملوا ترند زي المرة اللي فاتت؟ ولو في فعلا قصة حب، هل هتنتهي بالجواز ولا لأ؟